مرحبا بكم في قناة أراتشيس. اليوم غندوزو واحد النهار زوين بزاف مع أحسن لاعب شطرنج في المغرب، ياسر الحاج خلطي، اللي كيقدم مستوى عالي من الشطرنج وكيشرف البلد ديالنا في بطولات وطنية وبطولات دولية. الله جول جول الله تعالها. ياسر، نعملوا واحد الكونسيبت. انت لاعب مع السي وادع اللي هو اشهر اماتور في المغرب. وانا كنطرح عليك اسئله مزيونه، وفي نفس الوقت يقدر يكون حكم. مثلا حكم الصديق العالي الله يرحم والديك، شي اتاي مرضي. لا تنسى شوف ايطاليا حنا قصح الله يرحم والديك. شكرا بزاف. قلت لك ياسر، تقدر مثلا تغني وسط بارتيدا، شي تشالنج زعما شي تشالنج في وسط الماتش قبل ما تسالي ايش كيما. علاش هاد ما نعمل شي كيما كتسبق لي غير اظن دابا المشكله مصور بفيديو، في الاخر نعمل له ديك المونتاج، عرفتي ياسر؟ شكون كيفاش شكون القدوه ديالك في الشطرنج؟ هو بيفشل كيعجبك ميخائيل تال؟ بصراحة ما تبعتوش بزاف، ولكن كيعجبني الستيل ديالو. تخي بيان. شنو المغني المفضل عندك؟ هادي الأولى بدون أي منافس. دابا بغيت نسقسيك، ضحكتيني يا صاحبي. ودي اخي، اش بان لك في هذا الماتش يا ياسر مع السي وديع؟ كيبان لي بلي كاينة هامش كاينه هامش الخطا ياك؟ اذا هنا كنشوفوا سيطره على الوسط. شنو اكبر ايلو ربحتيها يا ياسر؟ كلاسيك. اكبر لاعب عنده تصنيف عالي ربحته في كلاسيك او لا في بليت او لا في جميع. كنظن أدوات يمكن أولاي كنوصل 2600 وكذا. اونلاين؟ لا في تورنوا كذا في التورنيو. بليتس يس. خير. صراحة توفقت بزاف ديال الأساتذة في البار. المهم ما لعبتش معاه بزاف، نشوف التبيت الطاول. علاش قلتوا بجبيكم الكبير زعما؟ نسبة القصر الكبير ياك اخاي. واش شفتوا وديع زيار معك يا ياسر؟ ما قديتيش عليه في لا يعني عنده افا كيبان. يبان لي راه فات مرحلة أنك عندك ما تسال السي وديع، تبارك الله عليك وديع. شي هو الشر. ياسر، سؤال بريء وجريء. تقدر تكون مثلا انت، اسمح لي نسقسيك هذا السؤال، تقدر تكون في واحد النهار بطل عالمي مثلا من احسن 50 لاعب في العالم، واش حلم هذا ولا رياليتي؟ ماشي حلم، ولكن واش ممكن يتحقق؟ كنظن انه ممكن يتحقق الا زدت خدمة بزاف وجدية. كنظن فيها لانه الشطرنج باش توصل لنيفو عالي بزاف كتعتبر انك كتحتاج واحد الخدمة كبيرة وموهبة، اللي كنشوف بانه كاين موهبة صراحة. الحاجة اللي صعيبة كاينة، الحاجة اللي يقولوا كلشي يقدر يديرها هي اللي ما كايناش، تقدر تجي مشى. جميل جدا. حنا هنا جالسين في مقهى الحافه كنلعبوا، تلقينا واحد السيد اماتور ديال لي زيشيك من فرنسا وسوف يواجه لندن سيستم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عزيز لي كاطو ديال النوا، كاين التمر، كاين الشوكولاط، كل اللي بغيتي. شكرا اخي، بارك الله فيك. ياسر، النقله ديال روك بيتو والله ما خليتو. شحال استغرقتي في هذا الوقت باش فكرتي؟ قبل ما نلعبها لا انا ديجا كنت نفكر فيها، ولكن هي كان خصها هو يدير داك الخطا ديك ديال الخطا روكسيوان. يعني ولكن قبل منا شحال فكرتي مثلا فيها؟ لا ما خديتش 100 وقت،
بان لك الكونسيبت. ملي شفت روك بي 8 باش نطلع البي 8 تما في البلاصه حسبت كتبت كلشي، ولكن لقيت عنده ريفليكسيون ما خداش 100. ياسر، بعد واحد الحاجه خصني نهضر معك والله العظيم من القلب، اقسم بالله. ما كان كيعجبني شي واحد يكون باطل وعنده الروح الانسانيه والتواضع. هادشي اللي لمستو فيك اخي ياسر، وفيك واحد المواصفات جميله كانسان بعد قبل ما تكون باطل. بغيت نقول لك انا من المعجبين ديالك، يعني فان ديالك. كنتمنى لك كل التوفيق اللي كاين في هذه الرياضه وفي هذه الحياه ديالك كامله صراحه. والله الا بغيت لانك كتفرحنا بزاف. قلال الشباب اللي باقيين كنشوف بحال هكذا. باقي لك مات الصباغه. كنت انا برامجي غنسمي عامل معاك ياسر شادي صباغه اخي ياسر. يجي من القلب قلبا وقلبا صاحبي، قلب اصاحبي. شاف شاهد والله الا كونسيبت عجبني اخوتي، ما عرفتش علاش. ولا الجو اللي جميل. انا عارف بانها كلشي جميل. كلشي جميل صراحه حوار ممتع ومعرفه رائعه مع بطل المغرب ياسر. والله اخي شرف كبير لنا بهذا الشاب الطموح، بهذا البطل الواعد. فين وصلتي مع السي وداع؟ كنا في طور. لقد اخذ الملكه كنشوف الملك ديالك وداع بدا كيتسارى تما. وتقدم في وسط الركن. تقدم في هادشي زعما داخل في اطار، في اطار، في جيتار، داخل في جيتار. سالوا الناس عني يقدر يموت بهذا البيض قيلك. ناري 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 ناري، مشى بعيد في الحسابات ويسمعك حيد لك ديك البيضه. احسن مباراه في التاريخ ديالك يا ياسر؟ الجماليه لا، الحدث اللي عجبك. ولكن يا سير كلشي كيما شنو هو؟ انا عارف الغلط اللي عانى، انا عارف الغلط اللي عانى، انا عارف الغلط اللي عانى. ديك اللي بكات انا قلت لك هي لقنا انتحاريه، خصوصا مع لاعب معك يعني في المستوى ديالك ما كانش خصني نلعب بهذه الطريقه. ولكن مع ذلك راه ما خرجت سليمه. لا خرجت مزيانه، لا لعبنا بابوس يا صاحبي، راه ماشي كان عندي الهجوم تما. احسن لحظه مقابله تاريخيه تكون مقابله مع ناكامورا، مع هيكارو ناكامورا، المصنف الثاني عالميا. وطبعا كان من احسن الاحاسيس اللي حسيت بهم، ماشي لاعب مع ناكامورا ولكن شفت راسي يعني اتنافس معاه ولقيت راسي فعيا سعاده. كنتي رابح واحد الوضعيه، يعني كان احساس زوين، تشوف بانه عندك فرصه على مستوى. هنا واش نقدروا نقولوا كاينه لا كونفيدونس اكثر من الشطرنج، ثقه في النفس زعما؟ ما نقولكش اكثر من الشطرنج، ولكن كتفكر واحد اذا ماشي لا كونفيدونس، ما السايكولوجي صح. انت قبل ما تلعب مثلا مع ناكامورا كنتي خوفان او لا عادي بحال اللي لعب مع وديع دابا؟ سؤال خاطئ ياك. لا قول لي كاين فرق. لا يعني داكشي علاش سقسيتك، يعني كيأثر داكشي اللي لعب مع ناكامورا ماشي. سي وديع كيعجبني كتسبيل طويل، كيخصو يلعب هجومي. انا ضحكني فاش قلتي له غنقتلك بهاد البيضه ومشاك خداه زعما صافي سالالك الهجوم زعما. شنو انا عارف الغلط اللي عانى. وكان حوار شيق معك اخي ياسر. شكرا سي عادل، شكرا، شرف لي نكون معك. شكرا بزاف يا ياسر على هذه اللحظات الممتعه، والتوفيق في قادم الدوريات، الله يحفظك يا ياسر.